النهاردة هنعمل أحلى وصفة وأجمل وصفة للناس اللي بيحبوا السمك بطريقة فظيعة. يلا بينا نبدأ. زي ما انتم شايفين أنا جايبة ده شوية سمك من السمكة اسمها سمكة الأرنبة، بتكون شكلها كده. تعالى أقول لكم بقى تنظيفها عامل ازاي، سهل وبسيط. وبصي حاجة كده عظمة، يعني بتاكليها كده ما فيهاش شوك ولا أي حاجة، كأنك بتاكلي يعني حاجة. بصي حاجة بتدوب كده في بقك، حاجة كده عظمة. يلا بينا نبدأ الفيديو. أول حاجة أكون مجهزة معايا القطعة، وهكون مجهزة معايا سكينة. ودي طبعا كابورياية، متاخدوش بالكم منها، بس عشان جوزي هو اللي مصطاد السمك ده، محدش يعرف التاني، ماشي. يلا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجه زي ما قلت لكم هكون مجهزه القطاعه والسكينه معايا، هروح نازله بيها بالشكل ده. وهنبتدي نجيب اول ارنبه معايا. انا بسميها ارنبه، مش بقول عليها سمكه اصلا، علشان هي زيها زي الارنبه الحقيقيه، سبحان الله. بس اللي بيختلف يعني بيختلف في كل حاجة، لكن هي نفس الشكل. أول حاجة هنقطع دماغها، علشان دماغها دي أول حاجة في السمك ده مش بتتاكل نهائي، لا، بتترمي على طول. زي ما انت شايفة كده أنا ببتدي إن أنا أخلعها، وهنبتدي إن احنا نسلخ منها الجلد. هتقوليلي ازاي يا ياسمين؟ هقولك خليكي معايا لاخر الفيديو علشان تشوفي انا بعملها ازاي. هبتدي ان انا اخلي الجلد بتاعها. انتي بتخليه او بتسلخيه على حسب ما انتي بتقولي. انا مثلا بخليه خالص كده، بخلي الجلد ده نهائي، علشان الجلد برضو ما بيتاكلش، بيترمي. كل حاجة فيها بتترمي من عدا اللحم، يعني كل حاجة، الدماغ والمصارين والجلد، كل حاجة بتترمي من عدا اللحم. ببتدي اسلخها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انتوا شايفين الطريقة ازاي؟ عشان اعرفكم ان هي زيها زي الارنبة التانية اللي احنا بنعملها وبنسلخها برضو بنفس الشكل كده. هنبتدي بقى ان احنا ننضفها كويس ونشيل المصارين بتاعتها. وهنبتدي بقى ان احنا ايه، انا هعمل واحدة واحدة، وبعد كده هروح ماسكاهم بقى. اللي هو الاسود اللي جواها ده هبتدي ان انا اعمله بضوافري كده، واروح مطلعاه. ده ما بيبقاش محتاج سكينة خالص، بتبتدي ان انت تعمليه بضوافرك. ولو وصلت معايا لحد هنا، يا ريت ما تنسيش بالله عليكي تصلي على النبي في التعليقات، تصلي بس على الحبيب اللي هيشفع فيكي يوم القيامة. وببتدي ان انا اروح يا دوبك بس عاملاها بالسكينه كده في النص، لكن ما تقطعهاش حتت خالص، علشان هي زي كف الايد، علشان دي الارنبه الصغننه. هو مش مصطاد ارانب كبيره، هو مصطاد بس ارانب صغنطوطه اللي انا موريها لكم دي. ما شاء الله مصطاد كميه حلوه قوي وجميله، وبتكفي يعني على حسب ما انتي بتحبي. برضو لو بتحبي تاكلي الاكل المقرر لتاني يوم، عادي بتعملي الاكله ليومين او 3 ايام. انا ببتدي ان انا انضفها شويه بشويه، بس انا نضفت لكم شويه بس اللي هم هيكونوا في الطبق دول، لكن الشويه التانيين مش هنضفهم دلوقتي بعدين. بس انا قلت اصور لكم دول بس اوريكم. بسم الله ما شاء الله، ربنا يا رب يرزقه ويكرمه. زي ما هو يعني بيجيب لنا الحاجات الحلوة كلها. زي ما انتم شايفين انا ببتدي ان انا اخليها بالشكل. بصي بتتخلي معاكي بكل سهولة، بس بتخلي بالك من حاجة واحدة، ان هي من تحت كده، شفت انت رقبتها اللي هي المنفوخة دي بتكون بتشوك، فانت بتخلي بالك منها وانت بتعمليها. دي طبعا بعد ما خليتها ونضفتهم، بسم الله ما شاء الله، شايفة البياض وقشطة قشطة، ما فيهاش شوكة غير هي الشوكة اللي في ظهرها فقط، ما فيهاش شوك تاني نهائي. ببتدي اروح نازلة بمعلقتين بقى كمون كبار كده، وبنزل عليهم بمعلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وأروح نازلة عليهم بمعلقة من الملح، وبنزل عليهم بليمونة أو ليمونتين كبار حلوين كده. وببتدي بقى اجيب كل المكونات دي وادعكها في بعض كده، ادخل المكونات كلها في بعض. واحلى بقى كمان لو تسيبيها من 10 دقايق لربع ساعة، بتسيبيها منقوعة في الخلطة.
بس انا كنت مستعجله عليها فسبتها يا دوبت 5 دقايق لحد ما حضرت حاجتها التانية. هتجيبي اي كيسه عندك، والطريقه دي حلوه قوي وانا بستعملها على طول لاي سمك انا بعمله او اي فراخ عامه. بنزل بحوالي معلقتين من النشا، واروح نازله بحوالي نص كوبايه او كوبايه على حسب ما بتستعملي برضو من الدقيق، بالشكل اللي انت شايفاه. بس ببتدي اجيب سمكايه سمكايه، وبعد كده بروح جايباهم مجمعاهم مع بعض. بجيب سمكايه سمكايه بالشكل ده، انا هوريكم اهو. وبتبتدي بس تهزي الكيس كده، خلاص جاهزت معاكي. في اسهل من كده يا ست؟ ما فيش والله. بص، حاجات كده سهله وبسيطه، بس الواحد يحاول يعملها. يعني تعالى نفسكم واعملوها، حاجة كده جميلة جدا جدا. وعايزة اعرفكم كمان حاجة، انا بشتغل في جميع المحاشي الجاهزة، حاجة كده تاكلي وراها صوابعك. بس جربوا وذوقوا، واللي عايز يجرب من عندي يا ريت يبعتلي على الخاص. زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، ببتدي ان انا اخلص الكمية كلها. وطبعا وانا جاية بقلي كانت يعني الفيديو اصلا كان مقفول بعد قبل ما اقلب ولا ايه السمك. فهتلاقوا الحته بتاعت القلي اللي هو كان بيتحمر يعني ده مش ما جاتش. ماشي، فسامحوني عليها. بصوا، هتبتدوا ان انتوا تحطوا شويه زيت، مش كتار، لا، حبه صغيرين خالص. ماشي. وهتبتدي ان انت تنزلي. بصي، انا بنزل بكذا واحده كده. ماشي، مش هنزل بواحده بس، لا، بكذا واحده كده علشان اوريكم. وبسيبها كده. الاول بكون معليه النار، اسخن الزيت، وبعد كده بروح موطيه النار عليها، بخليها وسط. ده جبت لكم بس مقطع كده صغير، انا صورته في الاخر خالص، ده في الاخر خالص بعد ما خلاص خلصت السمك كله. ماشي، زي ما انت شايفه ما شاء الله اخدت زيت حاجه قليله، ولسه الزيت معايا اهو زي ما هو. بصوا حاجه كده بسم الله ما شاء الله. تعالوا بقى اوريكم وانا برصها. بصوا، يعني في الوسط في الصغنن على حسب ما بيصطاد القمر اللي معايا، ربنا يحرسه لي يا رب. زي ما انت شايفين، بتروحي جايبه شويه جرجير كده، وتروحي جايبه كام ورقات تحطيهم تحت، وشويه جرجير تروحي رشاهم فوقيها، وتروحي نازله بالسمك بتاعك. بصي، حاجه كده كهرمان، شايفه القلب ابيض ازاي؟ حاجه كده عظمه. لو وصلت معايا لحد هنا، يا ريت ما تنسيش تصلي على النبي في التعليقات، وتحطي لي لايك بس، وتشتركي معايا في الصفحه او القناه على حسب ما بتشوفيني.